السلام عليكم. مباراة قوية جمعت بين ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني وعلى أرضية ملعب بيتيس. مواجهة مش سهلة، ريال مدريد داخل وعينه على الثلاث نقاط عشان يقلص الفارق مع برشلونة. تشكيلة ريال مدريد شفناها، بلش في حراسة المرمى لونين، على اليمين أرنولد وعلى اليسار مندي، في قلب الدفاع هويسن وروديجر، في الوسط بيلينغهام فالفيردي، على اليمين دياز وعلى اليسار بيتارش، في الهجوم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. بداية المباراة ريال مدريد داخل بتشكيلة هجومية واضحة بوجود فيني ومبابي في الأمام، وهذا بيعطي الفريق سرعة كالعادة. وجود بيلينغهام وفالفيردي بالوسط يعطي توازن بين الدفاع والهجوم. طيب، عندنا خصوصا مع تحركات بيلينغهام المتقدمة. أما دفاعيا فالثنائي روديجر وهويسن لازم يكونوا مركزين في هاي المباراة، لأنه ملعب بيتيس دايما بضع اللاعبين تحت الضغط وجمهوره قوي. بداية الشوط الأول دخل ريال مدريد المباراة بقوة ونوايا هجومية من أول الدقائق. في الدقيقة 13 فرصة خطيرة ضاعت على مبابي، وكالعادة مبابي فرص كثيرة وبضيع وقليل ليسجل، مع إنه هداف بس ولكن بضيع أكثر مما بيسجل. في الدقيقة 17 صاروخية من فالفيردي، الحارس يتصدى لكن المتابعة كانت من فينيسيوس جونيور. هدف أول لريال مدريد، وهون لازم نعطي فيني حقه، تمركز ممتاز، قراءة رائعة من فيني للكرة، هدف مستحق. في الدقيقة 31 تبديل اضطراري لريال بيتيس، خروج بارترا للإصابة ودخول دييغو يورنتي. في الدقيقة 33 لقطة جميلة من مبابي، مراوغات زائد تمرير ذكية لبلينغهام، لكن الحارس يتألق ويحولها لركنية. نقطة تكتيكية مهمة لازم نحكي بالشوط الأول عن دياز وبيطارش. دياز قدم أدوار دفاعية ممتازة وساعد أرنولد على الجهة اليمين، وعندنا بيطارش كان له دور واضح دفاعيا وساعد مندي على الجهة اليسار. شفنا وهم بدافعوا، وكان للأمانة أدائهم كويس، وهذا الشيء أعطى توازن للفريق مش بس بالهجوم. في الدقيقة 43 غلطة من بيطارش استغلها بيتيس عن طريق أنتوني، لكن لونين كان صاحي وتصدى لها. طيب، عندنا في الوقت البدل الضاع انفراد خطير لبيتيس، لكن لونين يتألق ويمنع الهدف بقدمه اليمنى، وبعدها مباشرة تسديدة من أنتوني، ولونين يرجع ويتصدى ويحافظ على نظافة الشباك. شوط أول تألق في لونين. ملخص الشوط الأول، ريال مدريد كان الأفضل والأخطر طوال أغلب فترات الشوط، سيطرة زائد فرص زائد هدف مستحق، لكن آخر 6 دقائق شهدت تراخي واضح من الريال، وبيتيس صار خطير جدا وكان قريب من التعادل. نهاية الشوط الأول ريال مدريد 1 ريال بيتيس 0، تقدم مستحق للمرينجي. بداية الشوط الثاني وهون الكارثة، هون الكارثة. دخل ريال مدريد الشوط الثاني لكن الأداء كان أقل في من الشوط الأول. في الدقيقة 53 هدف رائع من مبابي، لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل. لونين يواصل التألق كالعادة، كان حاضر في أكثر من لقطة وأنقذ الريال من أهداف محققة. في الدقيقة 65 خطأ جديد من بيطارش في استلام الكرة، وهاي الأخطاء كانت ممكن تكلف الريال للأمانة أهداف مش هدف. في الدقيقة 69 تسديدة خطيرة من مبابي لكن ما تحولت لهدف. في الدقيقة 72 تبديلات من ريال مدريد، دخول كامافينجا وألابا، خروج هويسن وبيطارش. في الدقيقة 79 انطلاقة رهيبة من فالفيردي والمراوغات جميلة، لكن الحارس تصدى لها. في الدقيقة 80 مبابي يطلب التبديل، خروج مبابي، دخول غونزالو غارسيا، وكمان خروج إبراهيم دياز ودخول مانويل أنخيل. ملاحظة مهمة، ريال مدريد في الشوط الثاني كان غايب تماما، لا ضغط لا سيطرة ولا خطورة. الشوط الأول ريال مدريد كان أفضل في المباراة. في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع صدمة لجماهير ولاعبين ريال مدريد، هدف التعادل لريال بيتيس عن طريق هيكتور بيليرين. نهاية المباراة كانت ريال مدريد 1 ريال بيتيس 1. تعادل بطعم الخسارة للملكي. بهذا التعادل نقدر نقول موسم ريال مدريد متجه لموسم صفري، وبنسبة كبيرة جدا برشلونة قريب يحسم الدوري الإسباني. سؤال لكم، هل هدف بيتيس صحيح ولا كان في خطأ من أنتوني على مندي قبل الهدف؟ أنا من وجهة نظري للأمانة كان في خطأ، بس ولكن ريال مدريد
كان بإمكانه أن ينهي المباراة بفوز. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل هدف فيتيس صحيح ولا كان خطأ من أنتوني على مندي قبل الهدف؟ طيب، بدي أحكي أكم من شغلة عن دفاع ريال مدريد. دفاع ريال مدريد للأمانة دفاع كارثي. أرنولد أوكي تمام، لاعب جيد، ولكن كارفخال أفضل منه بكل صراحة. على اليسار مندي ما شارك إلا 4-5 مباريات، صار يشارك بشكل أساسي، وشفنا نقطة ضعف الريال في الدفاع. دفاع كارثي لريال مدريد، موسم صفري لريال مدريد. ولا تنسوا تدعمونا بلايك، تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل شيء جديد بنزله. منشوفكم على خير، سلام.